كم من مرة سمعت في السوشيال ميديا أو أنت مقتنع كمان إنه لما بتاكل سكريات بيرتفع مع عندك الأنسولين، وبس ينزل الأنسولين بتصير جوعان وبتصير شهوتك بتزيد. كلهم أقنعوك بهذا الحكي، ولكن هذا الحكي غير صحيح. أنا اليوم راح أحكي لك إيش اللي بيصير فعليا، وتفهم كيف تقدر تحارب هذا الشيء وتحارب رغبة الجوع هذه بطرق ذكية. بس قبل ما أشرح لك، إذا بدك أشتغل معك بشكل شخصي أو أوصلك لأحلى جسم ممكن، ابعت كلمة سوبر أو شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. هذا الحكي مثبت بكثير من الأبحاث الجديدة الآن إنه أنت لما بتاكل شيء فيه سكريات عالية في منطقة عندك بالدماغ راح تولع من الفرحة والسعادة. اللي بصير بعد فترة يختفي تأثير هذه الفرحة والسعادة، فالدماغ في هاي الحالة راح يطلب إنه أعطيني مزيدا، أنا بدي هذا الشعور الجميل الرائع. فبتصير أنت تدخل في دوامة تطلب المزيد والمزيد من السكريات والحلويات وهاي الأشياء، وبدك منها الكثير. راح أعطيكم التريكس والأخيرة هي الأقوى وهي اللي دائما بتبعها أنا مع المشتركين عندنا. الشغلة الأولى، اشرب مي فيها شوية ملح. الشغلة الثانية، خذ حمام مي باردة أو فوت ساونا إشي سخن. هدول الأشياء بترفع الأدرينالين عندك، فبتعطيك شعور بالسعادة يطغى على هذا الرغبة في السعادة مرة أخرى. الشغلة الثالثة اللي أنا دائما بحكيها للمشتركين عندنا، بمجرد ما تجيك هاي الرغبة قوم نط، العب رياضة، اعمل سكوات، اعمل بوش اب، اعمل سيت اب، اطلع امشي. ممارسة هاي الرياضة كمان بتفرز عندك هرمونات سعادة ومنها الأدرينالين، فبتضغط عندك على الرغبة بأكل السكريات اللي جاية هي من طلب هرمونات السعادة في جسمك. فأنت عوضتها هون. وإذا بدك تعرف كل أسرار الصحة تابع حسابنا. وإذا بدك نساعدك في سوبر هيومن، في برنامج يحرق عندك الدهون يوصلك لأحلى جسم ممكن، ابعث كلمة سوبر أو شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. مع السلامة عليكم.